أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه المناسبة العظيمة، ذكرى تنصيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين أميراً ووصياً وخليفة من بعده في المسلمين في يوم 18 من شهر ذي الحجة. لماذا كان يوم 18؟ ليش ما كان في يوم 17 أو يوم 19 من شهر ذي الحجة؟ هل الحادثة كانت عفوية مصادفة أم أنه مخطط لها من قبل السماء والمنفذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا نقلب صفحات التاريخ نجد أن الحق انتصر على الباطل لما أن انتصر نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام على فرعون وسحرته لما أن خروا سجدا لله تبارك وتعالى. كان في يوم 18 من شهر ذي الحجة. وانتصر نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لما ألقي في النار فكانت بردا وسلاما. كان ذلك في يوم 18 من شهر ذي الحجة. نصب نبي الله موسى عليه أفضل الصلاة والسلام وصيه يوشع بن نون خليفة من بعده في بني إسرائيل في يوم 18 من شهر ذي الحجة. نصب نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه وصيه آصف بن برخية خليفة في بني إسرائيل في يوم 18 من شهر ذي الحجة. نبي الله عيسى كذلك على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام نصب وصيه شمعون الصفا خليفة من بعده في النصارى في يوم 18 من شهر ذي الحجة. ويختمها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بتنصيبه لأمير المؤمنين عليه السلام خليفة من بعده في المسلمين في يوم 18 من ذي الحجة. وإن كان تنصيبه في هذا اليوم ليس التنصيب الوحيد كما هو معلوم لديكم، وإنما هناك مجموعة من الأحداث سبقت هذا اليوم بين رسول الله أن الخليفة من بعده هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. بل تجاوزت المسألة هذا الأمر. هناك بعض الخواص من كانوا يعلمون بتفاصيل ولادة رسول الله وأنه نبي آخر الزمان ومتى سوف يولد وصيه ومن يكون. في يوم ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أقبلت فاطمة بنت أسد فرحة مسرورة تزف البشرى إلى أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. قالت يا أبا طالب لقد ولد أو ولدت آمنة بنت وهب مولودا كفلقة القمر سمته محمد صلى الله عليه وآله. قال لها أعجبك هذا المولود أحببته؟ قالت بلى يا أبا طالب. قال اصبري سبتا بس 30 سنة انتظري وسوف تأتين بمثله يحمل صفاته إلا أنه ليس نبي. ماذا يعني ذلك؟ حتى تعرف عظمة أبي طالب. هؤلاء الخواص يعرفون بكل هذه التفاصيل قبل ولادة رسول الله ويوم اللي ولد يعلم بأنه النبي، وبعد 30 سنة راح يولد الوصي وهو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا بعد 30 سنة ولد علي بن أبي طالب أول من استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتكفله وعاش أمير المؤمنين في كنف رسول الله وتربى مع رسول الله وعاش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبات على فراش رسول الله. وراحت أيام إجت أيام بعد 12 سنة أو 13 سنة بعد الدعوة السرية لرسول الله اللي استمرت إلى 3 سنوات جاء الأمر الإلهي فاصدع بما تؤمر. الدعوة الجهرية تبدأ الآن. ما أصنع يا رب؟ قال وأنذر عشيرتك الأقربين.
جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بني هاشم بني عبد المطلب، وكان عددهم 40 رجل. جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر علي بن أبي طالب أن يصنع الطعام. يقول صنع علي بن أبي طالب وهو ابن 12 سنة أو 13 سنة، صنع ثريدا للقوم وأحضر عسا فيه لبن. يقول فأكلوا جميعا شبعا حتى شبعوا، وشربوا ريا من اللبن، فما نقص من الطعام لقمة واحدة ولا من اللبن شربة واحدة. ببركة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثم التفت إليهم: من يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي؟ فما قام له إلا علي بن أبي طالب. أجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله. في اليوم التالي أمر أمير المؤمنين أن يصنع الطعام، جمع العدد 40 من بني عبد المطلب، أكلوا من طعامه وما نقص شيء، وسألهم نفس السؤال: من يؤازرني؟ ما أجاب إلا أمير المؤمنين. أجلسه رسول الله. في اليوم الثالث كذلك قام علي بن أبي طالب، التفت إليه رسول الله قال له: يا علي، أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي. يقول قام أبو لهب ينفض أثوابه، التفت إلى أبي طالب قال له: انظر إلى ابن أخيك، لقد أمر عليك ولدك. أول بيان صريح من رسول الله، هذه يذكرها العامة والخاصة. أول بيان صريح أن الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. راحت أيام وإجت أيام. في السنة 9 للهجرة عزم رسول الله على حرب الروم في معركة وغزوة تبوك. عرف بأن المنافقين تآمروا عليه، إذا يخرج رسول الله وراح يستغرق أيام طويلة في خروجه، تآمروا على أن ينقلبوا عليه في المدينة، فأبقى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بدأ المنافقون يتكلمون: لقد تثاقل رسول الله علي بن أبي طالب، لقد جبن علي عن القتال. وصل الكلام إلى أمير المؤمنين، تأذى من كلامهم، جاء إلى رسول الله يشكو إليه: يا رسول الله خذني معك. قال: يا علي، أما ترضى بأن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ وهذه كذلك يذكرها العامة والخاصة. أسألكم: ما هي منزلة هارون من موسى؟ قال: أخي، واشدد به أزري، بعد وزيرا من أهلي، وزيره أشركه في أمري. هارون كان شريكا لموسى في رسالته. كذلك أمير المؤمنين بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله كان أخا لرسول الله ووزيرا له وشريكا له في دعوته صلوات الله وسلامه عليه. تأتي السنة التي من بعدها، في السنة 10 حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع. استغل ذلك العدد رسول الله في عرفات، لأن منطقة مفتوحة. في يوم 9 من شهر ذي الحجة صعد على مرتفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطب فيهم وقال: الخلفاء من بعدي 12. الراوي يقول: ثم سكت رسول الله، لأن صارت بلبلة، صارت ضوضاء، ولعله قال كلهم من قريش. هذا من طرفهم. أما من طرفنا فإن الرواية تقول: قال رسول الله: الخلفاء من بعدي 12 كلهم من قريش. وصار يذكرهم رسول الله الأئمة 12 واحدا واحدا. ما تحملوا المنافقون، رفعوا أصواتهم، غطوا على صوت رسول الله، صارت ضوضاء وبلبلة، فما استطاع رسول الله أن يوصل المعلومة بشكل كامل إلى المسلمين. أكمل حجه، إجري اليوم 10 وبقي في أيام التشريق اليوم 11 12 13 نزل جبرائيل على رسول الله: يا رسول الله، تخرج في يوم غد من مكة،
نادى بلال بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله على المسلمين بالخروج في يوم غد. وفعلا في يوم 14 تجهزت القوافل. مكة اتجاه المدينة من مكة إلى جهة الشمال، بينما اليمن والمناطق المحيطة بها والقريبة منها إلى جهة الجنوب. بدأت القوافل بالتحرك. نادى عليهم رسول الله، هذا في يوم 14 في صبيحة يوم 14. إلى أين؟ يا رسول الله بلال نادى بأمرك الخروج في هذا اليوم. قال تخرجوا ولكن معي، وإن كان في الاتجاه المعاكس. وفعلا خرجوا جميعا مع رسول الله. إيش كثر مشوا؟ كيلوين 13 157 كيلو متر يمشي بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كان يجد المسير رسول الله، يريد أن يصل على الموعد، حتى تعرف أن المسألة مخطط لها من قبل السماء، والمنفذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اجوا إلى رسول الله، اشتكوا إليه الحال، تعبنا يا رسول الله، إلى أن أوصلهم في يوم 18 إلى الجحفة. نزل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقف رسول الله، انتظر المتأخرين والمتقدمين يرجعوا إليه إلى أن اكتملوا. يقول فعرج وانحنى عن الطريق رسول الله. إلى أين هذا طريقك يا رسول الله؟ قال أعلم. ودخل إلى الداخل مسافة 8 كيلو متر، تقريبا الساعتين يمشي بهم رسول الله إلى الداخل، إلى أن وصل إلى غدير خم. ما الهدف؟ ليش اختارت السماء غدير خم؟ ليش بالذات غدير خم؟ يصف البعض هذا المكان بالمسارح الرومانية. اللي يعرف هذه المسارح عبارة عن مسرح منبسط مثل هذا، وأمام المدرجات ترتفع شيئا فشيئا، بحيث اللي على المسرح يشوف آخر واحد، واللي في الأخير في الطرف ينظر إلى الواقف على المسرح ويسمع صوته بوضوح. هناك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوقفهم. وفي القضية المعروفة عمل له منبر وصعد عليه وأخذ بيد علي بن أبي طالب وخطب فيهم إلى أن وصل إلى هذا الموضع. قال لهم أيها الناس ألا تسمعون؟ قالوا بلى يا رسول الله نسمع. عادها ألا تسمعون؟ بلى يا رسول الله نسمع. قل ما تريد، أحرقتنا الشمس، أتعبتنا الشمس. قال ألا تسمعون ثالثة؟ قالوا سمعنا يا رسول الله. قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله. سنتي من وين جاءت؟ ومن الذي جاء بها؟ اللي صار يطبل عليها القوم. الوحيد اللي ذكرها، وحيد أقدم مصدر ذكرها الإمام مالك في موطئه، رواية مرسلة ولا سند لها. يقول بلغنا أن رسول الله قال وسنتي. زين من الراوي؟ قال ما أعرف. بلغنا، وصلنا قول أن رسول الله قال وسنتي صلى الله عليه وآله وسلم. ومشى القوم عليها، بينما الصحاح تقول بأنه قال وعترتي أهل بيتي صلوات الله وسلامه عليه. هذا واحد. اثنين، الإمام مالك أساء إلى الرجل من حيث لا يشعر إلى صاحبهم اللي يقول حسبنا كتاب الله. ليش؟ لأن على حسب قول الإمام مالك إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله قل وسنتي كما يقول الإمام مالك. زين الرجل يعارض رسول الله، يعني صراحة يقول الإمام مالك أن الرجل كان معارضا لرسول الله. رسول الله يقول كتاب الله وعترتي أو وسنتي كما يقول الإمام مالك، وهو يصر على تلك الكلمة، يقول حسبنا كتاب الله. إلى أن وصل إلى تلك الكلمة قال فمن كنت مولاه هذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار ثبتنا الله، وإياكم على ولاية أمير المؤمنين والبراء من أعدائه، ورزقنا الله وإياكم زيارته قريبا عاجلا،
وفي الآخرة شفاعته بحرمته وببركة الصلاة على محمد وآل محمد.